اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. يلا بقى ما تنسوش بالله عليكم اللايك والاشتراك وتعليق حلو كده منكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. الفيديو بتاعنا النهارده سهل وبسيط كده وما بياخدش منكم اي وقت. وبصوا حاجه يعني هتنفعكم كده، سهله وسريعه بأي فاكهة عندنا كده في البيت. هنعمل التحلية السريعة دي وجميلة جدا. معانا كده موز زي ما انتوا شايفينه مقطعينه كده، ومعانا الفراولة زي ما انتوا شايفينها كده اهي. طبعا الفاكهة بتاعتنا انا جايباها وغسلاها ومقطعاها عشان ما اطولش عليكم. ومعانا اناناس اهو، او زي ما انتوا بتقولوا عليه بقى. شوفوا انتوا بتتابعوني من انهي بلد، تكتبولي في التعليقات. ومعانا رمان بقى كده بالشكل ده كده اهو. ومعانا بقى كده كريم شانتيه بالشكل ده كده اهو. يلا لو وصلتوا لغاية كده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ومعانا طبعا العصير اللي انتوا تحبوه. معايا طبعا كوباية لبن وحاطة فيه فراولة كده، وعاملة عصير عشان خاطر ابقى احط على الفاكهة بعد لما نزينها كده في الكاسات، او بالشكل ده كده. ده الخضار ده الفاكهة، معلش، دي الفاكهة المتوفرة عندنا. اي فاكهة بقى عندكم بواقي في التلاجة او اي فاكهة عندكم تقدروا تعملوا بيها. ومعانا الكاسات دي كده بالشكل ده كده اللي هنعمل بيها اهو. الكاسات بتاعتنا بالشكل ده كده. وبعدين المتوفر عندكم هتقدروا تعملوا بقى. ومعايا بقى الصغير ده كده اهو، ومعايا الكبير برضو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى. طبعا الصغير للعيال الصغيرين، والكبير طبعا تقدري مثلا لو جالك ضيف او جالك حاجة تقدميه بالشكل ده كده. سهلة بصوا، ومش هتاخد مننا اي وقت. هننزل بقى بالفاكهة بتاعتنا اهو. حطينا كده في اول الكاس بتاعنا اللي هو الكريم شانتيه بقى، وهنبدأ نحط الفاكهة بتاعتنا برضو. بصوا المتاح عندكم طبعا، انا بديلكوا الفكرة والمتاح عندكم طبعا، واللي انتوا عايزين تعملوه طبعا بتعملوه. حطينا بقى الاناناس بتاعنا او الكنتالوب بالشكل ده كده اهو. وهننزل برضو بالرمان بتاعنا كده اهو برضو زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى الفراولة. انا برصه بالشكل ده كده، طبعا انتوا زي ما تحبوا طبعا ترصوه ازاي. وهننزل طبعا بالموز بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. وده كده الكاس بتاعنا اللي احنا رصناه كده مع بعض. وهننزل بقى طبعا بالعصير اللي احنا عملناه. معلش سوري، العصير وقع. هنعمل واحد بقى كده تاني. هنرص برضو بنفس الطريقة، بس الغلطة اللي عملناها في الأول مش هنكررها طبعا. مش هنكتر طبعا الفاكهة عشان خاطر ما يبقاش ملان قوي ويوقع. وهننزل طبعا بالفاكهة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين برضو. هعمل معاكم كمان واحد تاني اهو. هنرص في الكاس بقى الفاكهة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. وحطينا بقى الكريمة بتاعتنا اهو، وما ملناش بقى الكاس.
اهو. والصغير برضو طبعا عملناه كده. وادي طبعا شكل الكاسات بتاعتنا بعد ما عملناها وخلصت. عملنا من شوية الفاكهة اللي كانوا بواقي عندنا كده، عملنا ما شاء الله كمية، شايفين؟ وده طبعا الشكل برضو ده كده اهو، عملنا منهم كمية جميلة قوي. يلا بقى بألف هنا. لو وصلتوا معايا لغاية كده بقى يلا شجعوني كده، واكتبوا لي في التعليقات انتوا بتشجعوني من انهي بلد كده. واشوفكم على خير بيوم جديد وفيديو جديد، ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم وبتجربوها. اهو ما شاء الله، اللهم بارك، الكمية جميلة وطعمهم بصراحة ما شاء الله تحفة. اهو من شوية فاكهة عندنا بقى المتوفر عندكم. طبعا يعني ايه، بتبقى فيه طبعا فاكهة بتبقى مش بناكلها فبنستفاد منها. يلا بقى لايك جميل كده، واشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد. مع السلامة، اشوفكم على خير.